بيكم في أول حلقة من بودكاست بالهداوة. البودكاست اللي بنتكلم فيه إزاي نعيش حياتنا ببساطة ووعي وهدوء وسط الدوشة اللي حوالينا. وبما إن البدايات محتاجة تكون صادقة وحقيقية، فما كانش ينفع أبدأ أول حلقة من غير ما تكون معايا الملهمة والسبب الأساسي اللي خلى البودكاست دي تظهر للنور. صاحبة الجملة الشهيرة محدش بيبين خيبته على السوشيال ميديا هي رضوى موسى يوسف. هاي. ايه ده، انا ليه تأثرت بسرعة؟ ده لسه احنا في الأول خالص. هاي ايه المقدمة الخطيرة الفظيعة دي؟ بس هي حقيقية جدا بجد. انا ما كنت يعني دي اول مفاجأة. انت أيوة، ما قلتليش الكلام ده. تاني مفاجأة بقى احكي لك عنها. في يوم كده بعد ما انتي عملتي لونش للبودكاست، انا كنت راجعة كده يائسة بائسة في يوم من ايام ضغط الشغل، وبسمع ستوري ليكي كنتي بتتكلمي بعد ما عملتي لونش للبودكاست بتاعتك، وكنتي بتتكلمي في كونسبت اللي هو لو عندك حاجة ابدأها، just do it على البراند بتاعت نايكي، just do اللي انت عايز تعمله. it was my time وقتها لما قلت اعتقد ان دي بقى بالنسبة لي انا نقطة من اول السطر، واشوف بقى انا عايزة اعمل ايه وانا ركبي بيتخبط في بعض وانا معرفش دي هتوديني لفين، ويلا بينا نبدأ. فما كانش ينفع ان اول حلقة تعدي من غير ما رضوى تكون معايا في اول صفحة جديدة. يا نهار ابيض من نقطة من اول السطر. يعني تريك قوي ان انت ما تقوليش الكلام ده قبل ما نبدأ نصور. وانا مش الشخصية، انا بعيط عادي جدا، ما عنديش اي مشكلة في العياط، بس مش حد شايفنا في تأثرت جدا جدا من اللي انت بتقوليه ده. دي حقيقة. يعني مش عارفة اصلا ابدأ. اولا مبسوطة قوي ان انا هنا، ده نمبر 1. انت جميلة، ربنا يخليك، جميلة بجد والله العظيم، ربنا يخليك. واوريدي قاعدة مرتاحة وحاسة ان انا عايزة اقعد بالهداوة. هنجيلها. بس لا يعني ده وطن اونر والله العظيم، وطن اونر ان انت بجد تفكري فيا، وان انا حاجة اكون قلتها او عملتها انا تمام كده، انا كده نقطة من اول السطر نجحت. انا بحبك من زمان، لانه من قبل حتى البودكاست، انا حتى لما كنت بتكلم واحنا بنحضر الحلقة انا وايتن بقول لها قد ايه هي جنوين وقد ايه هي اونست في الحلو والوحش. يعني دي ألذ حاجة انا بحبها فيكي. ثانك يو. اوكي، انا عايزه افصل لحظه العياط دي. انا لا عادي، لا خلينا مش مشكله براحتنا عادي. take your time. بس لا انا متاثره جدا. انا يعني متاثره ان حد سمع، وان حد شاف، وان حد فرقت معاه الكلام ده، وحاسه ان انا في كلام كتير قوي جوه مخي دلوقتي، فبحاول ارتبه وانا بتكلم معاكي. بس I think انا ايموشنال جدا دلوقتي وانتي بتتكلمي. بس شكرا، يعني شكرا للمقدمة الخطيرة دي. وفعلا هو أصلا محدش بينزل خيبته على السوشيال ميديا. أنا واحدة من الناس اللي بتنزل خيبتها عادي جدا، وشايفة إن الحياة فيها ده وفيها ده، صح. ولو أنا قلت حاجة في يوم أنتي سمعتيها في لحظة كنتي محتاجة تسمعي حاجة زي دي بالنسبة لي أنا كده تمام. هي كانت لحظة فارقة بالنسبة لي بجد. يعني كانت اللي هو أيوه هتفضلي بقى لحد إمتى كده قاعدة ما تعمليش حاجة؟ لا خلاص بقى نعمل بقى الحاجة. وانتي بقى مش عارفة، ما هو ممكن حد ياخد ستيب ومش عارف الطريق ده هيوديه لفين. ممكن يوديه لحتة حلوة قوي، وممكن يوديه لحتة يقول لنفسه لا مش هي دي، عادي هنغير المسار ونروح في حتة تانية. عادي جدا غيرنا مسار كتير في كذا حاجة، ونحكي بقى ونرغي في الموضوع ده. شكرا يا دينا ان انتي كده، ان انتي الشخص ده. ربنا يخليك. thank you for having me هنا. I'm very honored. والله بجد the honor is mine. نبدأ بقى بقية التفاصيل. يا ربنا يستر، ده انتي من اول 3 ثواني والميك اب هيبوظ وهعيط وهقلق. لا والله اوعدك انك هتتبسطي جدا. ماشي. طيب انا محتاجة اقول ان رضوى عندها بيزنس كاردز كتير انا شايفاها بيها. هي لولد وبنتين، هي رائدة اعمال، هي كاتبة وبودكاستر هايلة وجامدة جدا. اوكي، مين دي انا؟ كل الكلام ده؟ ايوه طبعا. شكرا. وما ألذ في الموضوع ان انتي ستيل بتكملي الحياة وانتي عندك الكونسبت بتاع always choose joy، اللي هو انا هعيشها زي ما هي كده بعبالها. اختاروا البهجة دايما. حبست بما ان في ناس كتيرة جدا ألذ حاجة عندهم بيعملوها ان هم يقعوا تحت ويفضلوا قاعدين تحت وما بين ما بنقومش يعني. فدي حاجة ربنا بجد يعني يكترها جواكي ويرزقك بيها اكتر واكتر. ربنا يخليكي. ثانك يو، متشكرة. وعندي انتنشن ليكي النهارده ان انتي تطلعي من الحلقة دي مبسوطة
وبتضحكي من قلبك. انا اوريدي مبسوطه، انا بس أوكي. متاثره. انت خدتيني في عواطف كده من الاول. انا اوريدي مبسوطه. لا هنكمل من بساط، ما تقلقيش. ماشي. بنبدا بقى اليوم ازاي؟ انت كرضوى تبداي بقى الصبح كده بتاعك ازاي؟ قهوه ولا شاي؟ ايه روتينك بتاع الصبح؟ احنا هنتكلم مع اوبن. انا عادي. مش بعرف كلام عادي. بيطلع كده. طبعا. ماشي. انا اول حاجه في اليوم ان محدش يكلمني. حلو. ده بسم الله الرحمن الرحيم كده. ولا شاي ولا قهوه، محدش يتكلم انا لا معايا. بشرب شاي ولا بشرب قهوه، انا ممله جدا. انا في البودكاست عندي الماجز بتاعتي محطوطه دايما جواها ميه، اصحابي نفسهم بيكلموني يتريقوا، عامله لنا فيها ماسكه مج وبتاع، واللي يشوفك كده بتشربي قهوه هم عارفين. انا لا بشرب لا شاي ولا قهوه، ومش لهيلث ريزنز عشان الناس ما تتخيلش ان انا عاملاها فور هيلث ريزنز. لا بحب طعم ده ولا بحب وحاولت اوكي. حاولت ابقى شخصيه القهوه ودون توك تو مي انتل اي هاف ماي كوفي والجو ده. اوكي. ما فيش سخن ساقع ما فيش. مفيش. انا بشرب ميه حياتي. بقوم من النوم الصبح سلم على بنتي الصغيره وهي نازله رايحه المدرسه. الكبار خلاص بقوا متوليين نفسهم. يعني الحمد لله ان هم بيفتكروا يجوا يسلموا عليا قبل ما ينزلوا. وفعلا لازم اقعد ساكته لوحدي الاول. هم كلهم عارفين كده انا مش مورنينج بيرسون قوي. فلما أوكي. بقوم مش مورنينج بيرسون خالص، عشان يعني لو جوزي شاف الحلقه دي هيقول ايه قوي انتي اصلا مش مورنينج بيرسون. فبحب اقعد ساكته ابدا اليوم لوحدي كده. هو انا عايشه في امريكا، ففرق التوقيت ما بيني وبين مصر فظيع. فدايما طبعا. لما بقوم بيبقى فيه كاتشنج اب مع اهلي قبل ومع ما يناموا. اصحابي بالظبط. وبعد كده اول حاجه بعملها بصلي وببدا اشتغل. بعديها بشويه انا بشتغل من البيت ويومي بقى كله بيبقى حوالين جدول اليوم او جدول الاعمال بتاع الاسبوع وتفر بقى انا شغاله في ايه. ده هنجيله. ماشي. طيب انت دلوقتي الفتره دي من حياتك جري ولا على الهادي؟ على الهادي. ميكس. ميكس. انا مش شخصيه هاديه. اوكي. انا مش اصلا شخصيه هاديه. اوكي. انا شخصيه عانيت بالموضوع بتاع ان انا مش هاديه وان انا فراكه ده في كذا مراحل وممكن نتكلم فيها اكتر. انا شخصيه فراكه وشخصيه سريعه ومخي شغال على طول. انا شفت انا خدت بالي اليومين اللي فاتوا اشهد. أيوة. وبحب ده جدا. بس دلوقتي بقى في مواقف معينه. احنا جايين دبي فور ريزن، جايين نحضر بودفست. انا عندي سيزن عايزه اصوره، مبسوطه ان انا هكون معاكي في السيزن بتاعك. فانا في ميشن. لما بيبقى عندي بروجكت او ميشن، لا رضوى اذن يعني فول بلاست. اوكي. بجري وتودو ليست وموجوده ويلا وجداول وسبريد شيتس والحياه جميله جدا وبحب ده جدا. بس بقيت بعمله في مراحل معينه. ما بقتش حياتي كده كل يوم. تعبت. بتعملي بقى بروسيسنج امتى للي بيحصل؟ لازم اقعد مع نفسي. اوكي. لازم. يعني لو اديتك اكزامبل عشان بنتكلم على رحله دبي دي، انا شخصيه بدوكيومنت كل لحظه. وفعلا صحابي في منهم اللي بيحب الموضوع ده وفي معظمهم بيكره الموضوع ده، ان انا في اي رحله ما تقرفيناش بقى بالصور والفيديوهات بس انا ده كده. انا بحب جدا كده مع ولادي كده. هم خلاص بطلوا يعني يقاوموا بقوا زيي. فانا بحب دوكيومنت كل لحظه. لو انا عارفه ان انا النهارده ال3-4 ايام اللي جايين دول انا بجري عشان ورايا 500,000 حاجه هعملها، علشان بعد كده انا عايزه ارجع وببقى عامله كده سكيدجولينج. انا حياتي لما هرجع امريكا شايله كل حاجه من الجدول. حياتي الاسبوع 10 ايام اللي جايين دول حياه روتينيه جدا جدا جدا. مش عامله اي مقابلات مع اصحاب، مش عامله اي ميتينجز شغل مهمه intentionally، عشان انا عارفه ان انا راجعه من رحله هبقى بعمل فيها كده. فبعرف ابالانس ما بين الاثنين. ما كنتش بعرف اعمل كده قبل كده. كنت على طول بجري. اوكي. يعني دي طريقتك في اشيل الفيشه. لازم. أوكي. انا كنت على طول محطوطه في الكوبس على طول كده اهو. فافصل الفيشه دي بقيت بس اكشلي بسكيدجولت. خلاص انا عارفه في شغل وهيبقى في فرق وبتاع. تاني يوم ما ينفعش انزل اجري. تاني يوم لو ما فيش حاجه urgent، لا خلاص احنا قاعدين بقى نشوف حالنا بقى كده ونشوف اشيائنا ونشتغل من البيت وفعلا هتلاقيني لو كلمتيني الاسبوع اللي جاي ده هقول لك انا بقيت 3 ايام ما خرجتش من البيت. بس بتحسي ان انت محتاجه ده. لا I look forward to it و it's a must. طبعا هو اساسي. انا عندي نفس الاحساس. يعني حاسه ان انا ما صدق هرجع عشان برضو نفس القصه دي. بس عايزه ارجع لنقطه مهمه انت اتكلمتي فيها، نقطه البودفست. احنا الاثنين جايين
واكسايتد جدا ان احنا نحضر الايفنت دي، وانا عارفه ان انتي يو مانيفستد ان انتي تحضري الايفنت دي من السنه اللي فاتت. الحمد لله. ودي كانت ايفنت هايله، ادتنا فرصه ان احنا تو نتورك مع ناس كتير. انا فتحت عيني على عالم جديد بالنسبه لي، لازم اعترف واقول الكلام ده. كانت بالنسبه لي اللي هو بتعرف حاجات فيها ساينس بيزد وحاجات فيها كلتشر بيزد، وبتشوفي الناس عن قرب اللي انت كنت بتشوفيهم على السكرين بتشوفيهم دلوقتي on a personal level اكتر. زي ما تعرفنا مثلا فور اكزامبل على بسمة نبيل من كام يوم لما كلنا قابلناها، جميله she's so cute. ايوه. فدي كانت فرصه هايله جدا ان انا حتى كمان اتقربت انا وانتي لبعض وتعرفنا على بعض اكتر. ايوه الحمد لله. I'm so happy, I'm so honored ان احنا جات لنا الفرصه دي. Honors ثانك يو الاستاذه ايتن اللي هي بروديوسر بتاعتنا احنا الاثنين، أيوة. اللي شجعتنا ان احنا نحضر الايفنت. يس رضوى، انا قلت نقطه ومن اول السطر لما قررت اليوم اللي انا هبدا فيه البودكاست بعد ما شفت الستوري بتاعتك اللي حكيت لك عليها من شويه. اوكي، ده كان بالنسبه لي اللي هو الصفحه الجديده اللي هبداها. هو انا اساسا لسه ببروسس شويه اللي انت بتقوليه ده، يعني انا مش مصدقه ان والله ما عارفه اقول لك ايه فعلا. يعني انا مش شخصيه، انا على طول بعرف اتكلم ورغايه جدا، فان انا اصلا ابقى in loss of words دي انا مش عارفه اقول لك ايه. بس ان انت تسمعيني بقول انا بدات بودكاست وسميته نقطه من اول السطر، وبسبب حاجه زي كده انت تقولي نقطه من اول السطر وتقرري تعملي بودكاست، دي حاجه كبيره قوي قوي عندي، قوي قوي. يعني انا دعوتي اللي دايما بقولها كل يوم لما الدنيا بتاخدنا كده وتلهينا هي اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. ايوه انا بحب الدعاء ده جدا. فانا لو ربنا استخدمني ان انا اكون سبب في ان انت تعملي حاجه حلوه قوي قوي كده اهو، وتفاجئيني بيها كده وتهايجاك مشاعري بالطريقه دي كده، حد يخد حد كده حد ياخدها حد كده حاجه كبيره جدا. وثانك يو ان انت قلتي لي حاجه زي كده، والحمد لله يعني ان انا كنت سبب في ان انت تبداي حاجه خطيره كده. You're welcome. Thank you. طيب النقطة من أول السطر بتاعت رضوى كانت إمتى قررتي تقولي كده؟ إمتى قررت أقول نقطة ومن أول السطر؟ لما ربنا قلتها كذا مرة في حياتي. قلتها كتير قوي في حياتي، يعني لما أعرف أقعد أقول كده أقعد أقول لا قلتها، ده أنا طلعت إن أنا قلتها في الفترة دي، قلتها في الفترة دي، بس هي كانت باي ديفولت، عارفة survival mode كده. what's next what's next what's next. لا النقطة من أول السطر اللي في حياتي كرضوى الأدلت كانت لما ربنا أنعم علينا بشفاء ابني، وبصيت لقيت الدنيا بدأت ترجع طبيعية نوعا ما بقاش فيه الضغط بتاع حياتنا اللي احنا كنا عايشين فيه. وأنا حاليا بشوف نفسي بقى، يعني أنا حاليا دلوقتي بشوف ايه بقى، ايه اللي جاي. لا أنا مش هينفع أفضل أبقى كده، مش ده اللي أنا عايزة أكون فيه. نقطة من أول السطر بالنسبة لي كانت جذرية جدا. النقطة ومن أول السطر الجذرية اللي في حياتي كانت من 3 سنين بالظبط، لما قلت أنا مش مريض سرطان بس، أنا مش بس هتعرف بأن أنا مريض سرطان، ومش قصدي أتعرف للناس، قدام نفسي. أيوه أنا وزوجة وصديقة ورضوى اللي فيها حاجات كتير قوي وأحلام كتير قوي عايز تعملها. فدي كانت بالنسبة لي هي دي أهم حاجة، كانت نقطة من أول السطر، كانت بالظبط من 3 سنين. أوكي. قبل ما تم 40 على طول. أنا السنة دي 42 هتم 43 قبل ما تم 40 على طول. جميل جدا جميل جدا. طيب انتي قلتي ان انتي شخص سريع وهايبر وفي حاجات كتير بتحصل، وجيتي عند وقت قلتي لا انا كده مش هينفع، انا محتاجة ان انا بقى اظبط الريتم بتاع الحياة. امتى بقى قررتي ان انتي تعملي ده؟ امتى جه الوقت اللي حسيتي انا لازم اظبط الدنيا واقول لا، اخد نفس واهدى؟ اتعلمت كلمة وعي. انا كنت متخيلة ان احنا عندنا awareness على طول، بس الموضوع بقى واعي قوي عندنا، وبقى كبير قوي عندي، اني بقيت مدركاه زيادة عن اللزوم، فما بقيتش بهمل الموضوع ده. فخلاص انا بقيت مدركة، بقى عندي وعي ان انا مش مبسوطة وانا بجري على طول. انا تعبانة،
انا زهقت مستنفذه. انا على طول ايه القرف ده؟ يعني ليه كل يوم اخش السرير اللي هو الحمد لله نام بقى عشان اليوم ده كان لازم يخلص. ليه اليوم ده لازم يخلص؟ ليه ما نحبوش؟ ليه ما نعيشوش كده بكل تفاصيله؟ ماشي لو يوم ولا يومين في الاسبوع علشان هي دي الحياة ولازم اجري ولازم اعمل وبتاع، بس ليه كل يوم حياتي كده؟ ليه على طول عندي تو دو ليست؟ ايه القرف ده؟ وانا شخصيا كنت تو دو ليست جدا بقى، على طول بدور على حاجة اعملها. فدي كانت اول حاجة، ان انا ادركت ان دي مش حاجة انا بحبها. لقيت نفسي بدأت بنجذب اكتر للوقت بتاعي لوحدي في اليوم. يعني I look forward to it. انا شخصية اجتماعية قوي وبحب الناس قوي. ايوه قوي. أيوة. وبثرايف، يعني لو قعدت شوية كتير من غير ناس حواليا لا ما هكتئب. دي حاجة باينة جدا على الاكاونت عندك. هكتئب انا وبصاحب المج ده يعني بصي حرفيا هعمل conversation مع اي حد في اي حتة من اي جنسية في اي موضوع في اي كلام بجد. بس بقيت بحب اقعد لوحدي مع رضوى شوية، فبقى مقدس بقى ان انا في كل يوم لازم على الاقل نص ساعة او ساعة بقعد لوحدي. كنتش بعرف اعمل كده في الاول لان كانت الحياة بقى ماشية، فبدأت اعلن لاهل بيتي يا جماعة انا هطلع في الأوضة شوية، حد عايز حاجة؟ لا انت تمام. اطلع اقعد في الأوضة في 5 دقايق، ماما رضوى ماما. فبقيت ابدا افكر بقى افكرهم. دي اتعلمتها في الثيرابي بقى. معلش انا بس قاعده شويه لوحدي، لو مش مهمه ممكن كمان شويه. اوكي. فانا بدرب نفسي وبدربهم. انا كنت على طول ماما ايوه رضوى نعم، واروح قايمه كده على طول. تليفون يرن ارد، ايميل يجي لي لازم ارد في ثانيه، في ساعتها في ثانيه. انا ردي حاضر. انا واحده من الناس اللي افكارها منظمه في دماغها. لقيت نفسي تعبت بقى، زهقت. فدلوقتي بقى باي ديفولت يعني لازم اقعد لوحدي شويه. ثيرابي هيلبت جدا، اني بدات افهم اني سبب من الاسباب ان انا على طول بجري وعلى طول عايزه يبقى ورايا حاجه، ان انا مش عارفه اقعد ساكته، مش عارفه اقعد هاديه، عشان مش عايزه اسمع افكاري، مش عايزه اقعد مع احاسيس انا مش عارفه اتعامل معاها. خايفه تواجهها. مش عارفه اتعامل معاها، مش خايفه اواجهها. انا مش بخاف الحمد لله يعني الحمد لله. بس انا مش عارفه. انا ما اعرفش غير ايه، يلا اخويا، يلا سعداء، يلا لزاز، يلا بوزيتيف، يلا فالحزن والجريفنج والحاجات دي كلها اللي احنا للاسف بنليبل دم از حاجات نيجاتيف. مش بعرف اقعد معاهم، فما بفهمش لما بقى قاعده متضايقه من موقف. طب لا مش عايزه اقعد متضايقه، فاقوم اجري بقى اعمل حاجه، ادور على حاجه اعملها. فبطلت بقى ديستراكشن. بطلت بقى خلاص. فرق معاكي في طاقتك وصحتك؟ 1,000,000%. ولسه عندي ways to go. ولا انا كل ما احس ان انا قربت شويه من الجول ده احس ايه ده في حاجه اكتر، في حاجه ألذ. الرد ده انا مش هرد عليه. الشخص ده لا الشخص ده لو كان بعت لي الكلام ده مثلا من سنه كان زماني لبست في العربيه ونزلت رحت اتخانقت معاه. دلوقتي خلاص ممكن ماشي يا عم انت صح. ايوه ايه انت صح انا غلط. ايوه ماشي خلاص اوكي برافو. اريح. لا وفي ناس بتستاهلش طاقتك، ودي ما كنت شرط برضو اعرفها. انا شايفه ان انا بني ادمه لطيفه، مش عايزه حد يزعل مني، فانا لازم اكون لذيذه مع كل الناس. و لا في ناس عادي تتفلق وتستاهل ان هم يزعلوا، ومش لازم نضيع معاهم وقت. حصل وبيحصل. مش مشكله خالص يعني. موافقه جدا. ايوه. طيب نرجع للهاتس الكتير بتاعت رضوى. اوكي، ايه هي الهات اللي فيهم اللي ظاهره دلوقتي؟ وهل في وقت من الاوقات في واحده بتيجي فيهم على التانية؟ بحكم المرحله اللي انا فيها في حياتي، ان انا ولادي الاثنين يعني ما شاء الله بدأوا يكبروا، فبدأ الاعتماد اليومي عليا يقل. وش على فكرة هو ده برضو يعني مقولة خاطئة جدا. الناس بتفتكر ان لما الولاد بيكبروا الحياة بتبقى اسهل. لا هي بس ما اقولش حاجة تتحسب علينا. ببقى بصي بوليتيكلي كوريكت جدا وانا بتكلم على اولادي علشان بيجوا يتفرجوا على الحلقه وبيخشوا بقى فاهمه عوجين لي وشهم. لا هي بتبقى اصعب لما بيكبروا لان احتياجاتهم بتبقى على نطاق اكبر شويه. بس الاحتياجات اليوميه اوصل واجيب واعمل ومش عارفه مين قلت، فبقى الوقت عندي اريح شويه. فبحكم المرحله اللي انا فيها في حياتي دي، الهات اللي واخده
الحجم اللذيذ هي البودكاستر، هي البيزنس وومن، مهم. هي اللي عايزه تركز في شغلها وتتعلم حاجات جديده وتقابل ناس جديده وكده. هل بتاخد مكان حاجات تانية؟ ده كان سؤالك. اكيد طبعا في حاجات بتيجي على حاجات. بس يعني اقولك ان في حاجه واخده حاجه مكان حاجه، لا. طب ما انا هنا اهو سايبه ولادي، سايباهم بقالي اسبوع سايباهم عشان اجي هنا، بس ده مش حاجه هعملها كل يوم. مش كل يعني البودكاستر هات ستيكينج اوفر دلوقتي. الام دلوقتي مش موجوده، بقالهم اسبوع شايلين نفسهم. هل في فتره معينه الام هي اللي هتبقى تيكينج اوفر والبيزنس ميتينجز هنبطلها شويه، او لا معلش سوري مش هنقدر نتقابل عشان عندي حاجه مع ولادي؟ it's all about balance. طيب انا حابه نكشك بقى شويه ده عشان احنا ما اتنكشناش لغايه دلوقتي. اتفضل. دلوقتي عايزه اعرف ايه الحاجه اللي خلتك ان انتي تبداي البودكاست بتاعتك؟ اوكي، وعايزه اعرف بقى الايموشنال رولر كوستر اللي عديتي بيها في المرحله دي. السؤال ده على فكره مش فير، عشان انتي عندك انسايد سورس، واخده بالك، وانت عارفه انا بتكلم على مين. تمام. بس ماشي نساله. قولي تاني كده معلش. كان اجتهاد شخصي والله. كانك عارفه الجمله الشهيره بتاعت شفيقه في الفيلم اللي هو كده ماشي، بس وبدون ماشي. اي نظره مؤامره يا فندم والله. معلش عايزه قولي تاني. اوكي، ايه الحاجه اللي خلتك تبداي البودكاست؟ واحكي لي عن الايموشنال رولر كوستر اللي عديتي بيها. الحاجه اللي خلتني ابدا البودكاست هو انا بحب اكتب قوي، اي جورنال كتير. وكتبت افكار كتب كتيره جدا جدا، والكتاب الوحيد اللي انا published كان كتاب عن رحلتي ورحله عيلتي مع زين ابني، وما كانش عن نكد، بالعكس كان الكتاب ده عن ازاي نطلع من الضلمه للنور، حرفيا ده اسمه، من العتمه للنور. فضلت اكتب فكل مرحله بكتب فيها بكتب حاجات وبجورنال، وانا عاشقه للنوت بوكس، عندي كميه نوت بوكس فظيعه. لما لقيت نفسي عماله اكتب كتير حسيت انا مش عايزه اكتب، انا عايزه اقول الكلام ده وعايزه اسمع من الناس. وبقيت عامله بقى اللي هي الحته بتاعت الاويرنس اللي بقولك عليها، بقيت عامله زي السبونج كده. اي حاجه بشوفها حلوه دي عماله اتعلم من ده واتعلم من ده، وما بقاش عندي حرج ان انا اقول لحد علمني ازاي اعمل ده، او انا اتعلمت منك كذا. فكونستنتلي ماشيه، فحسيت طب ما انا عايزه اقعد اتكلم مع الناس واسمع قصصهم واتعلم منهم. يلا بودكاست. طبعا يلا بودكاست دي بس انا بعملها ازاي بكتفي كده ولا دلوقتي لا ولا دلوقتي. انت متخيله ان الموضوع بعد كده بيبقى اسهل؟ لا انت دلوقتي طبعا. ممكن تبقي في مرحله ان انا ام اكسايتد خلاص الحمد لله، الرهبه بتاعت حاجات معينه راحت، اتعودت وكل الكلام ده، النو هاو بدا يزيد. بس لا هي مش سهله خالص. مش بحبطك، لا خالص. هي انت تبقي كونسيستنت. انا ليه بعمل ده؟ لان في شغل كتير قوي behind the scenes عشان الحلقه دي تطلع على النور. ناس كتير قوي ما تعرفش ايه اللي بيحصل وراها، هم متخيلين في 2 دخلوا قعدوا في استوديو يرغوا وخلاص يلا ننزلها. ده حقيقي، في ناس كتير بتفكر كده. في تحضير وفي تفكير وفي كيمستري بين بيرسوناليتيز وفي توبيك وفي كونتنت وفي انا عايزه اطلع اقول حاجه ولا عايزه اطلع اتكلم واقول اي ما اكتر اللي بيطلعوا يتكلموا يقولوا اي كلام وخلاص. صح. وفي امبوستر سيندروم بنعدي بيه حبه حلوين كده، قعدت في حبه حلوين نوصل دول. بقى ان احنا خلاص يلا بينا هنعمل ده واكشن بلان. انا كنت بصور نفسي يا زينه، كنت بصور نفسي. انا عندي فوتج ليا، صورت فيديوز ليا وانا قاعده. انا فاكره كويس قوي ابقى قاعده على الكنبه بالليل كده وخلاص انا عايزه اقول حاجه، فاقول انا هفكر، انا عايزه افتكر اليوم ده، وابقى قاعده اروح. انا فاكره كويس قوي الفيديو ده، رحت اي جرابد غطا بتغطى بيه على الكنبه كده، ورحت مغطيه بيه شعري عشان ما كانش بقى جنبي اشارب ولا حاجه. قلت عشان لو فكرت اوري الفيديو ده في يوم من الايام لاي حد ابقى واخده بالي. وطلعت قلت، قعدت اتكلمت مع نفسي، وايه القرف انا بعمل ايه؟ انا ايه اللي دخلني في الليله دي؟ انا مالي؟ انا كان مالي؟ ما تخشي تعملي فيديوهين على السوشيال ميديا وخلاص ونخلص. انا كان مالي. لا imposter syndrome is very real. وعلى فكرة هو ممكن يكون معاكي في أول البروجكت عشان البروجكت لسه جديد يعني خبايا كتير، بس هو بيجي كتير على مراحل كتير. خداع وابن لذينة، ولما بيبقى صوته عالي بقى بتفتكري ان هو حقيقي.
وبتبقي اللي هو على وشك ان انت تصدقيه وبعدين تقولي لنفسك لا بص اقعد على جنب بقى كده شويه. برافو ان انت تعرفي تعملي كده. مش كل الناس بتعرف تفصل في حاجه زي كده. انت دلوقتي صوتك هيبقى اعلى من صوته شويه طبعا، بس بيفضل ليك. انا طبعاً. لسه بيجي لي لغايه دلوقتي طبعا ياما دخلت في حلقات وطلعت ويا ترى انا عملت كويس، ترى انا ما عملتش كويس، طب امسحها، طب احرقها، طب اشيلها، طب اقول، طب بتحسي اوقات انت في حاجات مش فاكراها يعني غير لما بعد كده بترجعي بتشوفي الحلقه. اكيد بالظبط. انا ليه سالتك السؤال ده؟ لانه زي ما انا دلوقتي قاعده قدامك وقاعدين بنتكلم we're having this conversation، انا بالنسبه لي حابه انه اي ست او اي بنت تبقى عندها فكره ايا كانت هي ايه هي الفكره دي، ان هي تاخد الاكشن بدل ما تفضل قاعده في حته نفسي. لا، يبقى في اكشلي فعل عملت حاجه. فانا عشان كده سالتك السؤال ده، لان احنا مش سهل انه تاخد خطوه. محدش قالك ان الموضوع سهل، بس هي الحاجه الحلوه اللي بتجيب نتيجه بعد كده لذيذه وبيبقى فيها ثمار حلوه في الاخر هي مش سهله. هي هتاخد مجهود وهتاخد توتر وهتعمل بروسس كبيره جدا لحد ما توصل لها. وعلى فكره لو عايزه اضيف لك على حاجه، هي بس مش سهله مش عشان الشغل اللي انت هتحطيه فيه، الشغل اللي هتحطيه في نفسك. الشغل اللي هتحطيه في نفسك في الفتره دي. انا لو هعلق على اي حاجه على الحته دي اللي انت بتقوليها، ان اي ست اي بنت تسمع الكلام ده، انا هقول هاتي الهلب اللي انت محتاجاه في الفتره اللي انت حاسه ان انت فيها ستك. انت لو حاسه ان انت ستك، عشان كلنا عدينا بالمرحله دي، من هنا اتولدت نقطه من اول السطر بالنسبه لي، وبنجت ستك في حاجات كتيره قوي في حياتنا. لو حاسه ان انت ستك، اطلبي المساعده بشكل او باخر. عايزه بقى تتكلمي مع ثيرابيست، عايزه تتكلمي مع اصحاب قريبين، عايزه تجيبي كوتش، عايزه تقري كتب. انت دلوقتي عارفه ان انت ستك، عندك حل من اتنين: يا نفضل بقى قاعدين في اللي احنا فيه ده ونفضل بقى يا ريتني عملت، يا ريتني ما عملتش، اصل انا مش عارفه، اصل انا ما بعرفش، اصل انا مش عارفه ابدا منين، او تزقي نفسك اوت اوف الكومفورت زون ده. صح. بس لوحدك مش دايما بتنجحي، فلازم شويه زق، شويه جايدنس، شويه مش عارفه ايه. the fact ان انت طلبتي جايدنس ازاي اخرج من اللي انا فيه ده، بعد كده خلاص انت هتبقي على عجل بقى وبتجري يعني. حلو. انا كنت اكشلي هسالك السؤال ده، كنت هقول لك انت when you get stuck ما بتوصلي في حته كده بتحسي ان انا واقفه ومش عارفه اعمل ايه، what do you actually do؟ بفكر ايه الحاجه اللي انا stuck فيها، وبكلم حد I trust في الموضوع ده. النتورك الفلتر بتاعي بقى اسرع بكتير. فالنهارده انا بفكر انا عايزه انا ايه ده، انا الموضوع ده موترني، ولادي في حاجه في التربيه مش عارفه اعملها مثلا، ايه القرف ده، انا مش عارفه، انا حاسه ان انا مزنوقه في الموقف ده. بكلم ثيرابيست، بكلم بارنتنج كوتش، حد من دايرتي. مش لازم انت بتبني معارفك، لازم يبقى عندك كوميونتي. احنا it takes a village دي بجد، مش it takes a village مش بس علشان ان احنا نربي ولادنا، it takes a village ليكي. انت عايزه اهل وعايزه اصحاب وعايزه اصحاب من انواع مختلفه واشكال، عايزه المجنونه اللي بتنزل تاخدك بسرعه. if I'm stuck I'm in a bad mood، هكلم صاحبتي اللي بتنزلني وبتخرجني وبتطلعني من المود. بقالي فتره ما اتمرنتش، هكلم صاحبتي اللي بتاعه التمارين عشان بتشجعني وننزل. صاحبتي الهاديه تقعد بقى تسمعني كده. اكلمك انتي يا دينا، هكلمك دينا انا حاسه ان انا مش عارفه اهدى خالص، وانت تقولي طب على الهادي على الهادي على الهادي. فكلمي، ادي العيش لخبازه، عندك حد تكلميه في كل اريا. فلا if I feel stuck، لا بروح وبتكلم. وانا الحمد لله يعني عندي amazing support system، ان كان من جوزي او ولادي او ابويا او اخويا اخواتي او صحابي وثيرابيست بقى وناس دخلت في الموضوع ده كله. خلاص بقيت بقى مخك على طول بقى بيكالكوليت. يعني انا كنت ستاك قوي في كل حاجه، دلوقتي انا بقيت عارفه الحته دي انا محتاجه بس كده اهو، فبقيت بعرف انا بكلم مين. حلو قوي، حلو قوي. الاستعانه بصديق مش غلط، مش غلط. هو هيديكي الفايده، هيديكي بس انت لازم هتكملي. في ناس عندها مشكله في طلب المساعده. انا كده انا ما بعرفش اطلب مساعده من حد، ده تطور فظيع في حياتي يعني. ايوه بتحسي ان انت مش عايزه تقل على حد يعني. انا دايما بحس اللي هو طب مش عايزه تقل على حد، بقيت بتقل. عادي خلاص كلنا هنتقل خلاص. طيب العاده اللي بجد حسيتيها صغيره بس عملت لك فرق كبير عندك في حياتك؟ consistency. ده من غير ما افكر هقولها لك. consistency. انا ممكن ابقى عندي طول عمري ان انا بحب اعمل الحاجه وعايزه اكمل فيها وبتاع، كنت بزهق، كنت بجد disappointed عشان ما بوصلش الريزلتس اللي انا عايزاها، ودي motivated احيانا كتير. وانا شخصيه
على طول عايزه اعمل حاجات مختلفه وكرييتيف ومش عارفه مين وكل الكلام ده وبتاع. فكان بيجي لي وقت انا اول اوفر ذا بليس. انا فتحت، انا عندي شغلي اللي هو ريل استيت مانجمنت، خلاص ده انا بعمله بقالي سنين. شغلانه انا شاطره فيها. هل انا بحبها وبتضيف اي حاجه ليا ككاركتر؟ صفر، مفيش. لا بقابل ناس لذيذه ولا بتكلم في مواضيع لطيفه ولا الهوا، بس انا شاطره فيها. وما بقتش وان انا اوصل ان انا اقول انا شاطره في حاجه دي it took a while from me. فعندي ريل استيت مانجمنت بعمله عشان بحبه وشاطره فيه، بحب ان انا شاطره فيه، ده شغلتي، واحب اطوره واحب كل سنه ازق فيه وازود في التيم واشوف انا ممكن اعمل ايه تاني. دي حاجه. وجيت في فتره رحت قايله ايه، انا شاطره قوي في الايفنت بلاننج، انا عايزه اعمل ايفنت بلاننج. طب ما اعمله بيزنس. هو انا ليه على طول لما حد بيبقى عنده ايفنت يكلمني ده انا بعمل لهم حفله فروم سكراتش بالديكور بثيم بمش ما اعمله بيزنس. عملته 6 شهور فشلت فشل ذريع، عادي فشل ذريع. وكان عندي احراج فظيع ان انا اقول القصه دي اون اير، لان انا بقى يا خبر ابيض انا عملت اكاونت وعملت تاج للناس وساعدوني وقولوا لي ومبروك ومش حطيت نفسي اوت دير قوي يعني. ايوه فشلت ان انا بس ده اديره، عادي. فشلت اني اديره. انا شاطره في حاجه مش معنى كده ان انا هعرف اعمل كل حاجه. فانا ما زلت ان انا شاطره فيها، بس انا عايزه اعملها على نطاقنا ومش هعرف اعملها كبزنس، مش هتجيب لي فلوس. وانا في مرحله انا عايزه اعمل بزنس يجيب لي فلوس. فخلاص لو دي مش هتضيف لي حاجه وانا مش هعرف ابني فيها next. exactly. ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه من شويه. في عندك ممكن تعمل دي تور، جربت الحاجه ولقيتها ان هي مش ده اللي انت عايزه او مش ده اللي بيديلك اللي انت عايزه او انت مش ما طلعتش شاطر فيها، لف بقى. بس بنخاف. انا اصلا وانا بحكي لك القصه دي دلوقتي متوتره جدا. يعني اساسا انا افتكرت دلوقتي، يعني افتكرت الاحاسيس اللي كانت جايه لي لما كنت عامله اكاونت وبقيت عماله ابعته للناس واقولوا لبعض ومش عارفه مين. وبعدين الناس بدات تسالني هو انت ايه اللي حصل للايفنت بلاننج؟ اشتغلت شويه مش قادره. عندي بتشتغلي؟ لا لسه بشتغل. كنت بشتغل فعلا بس مش بنزل مثلا اي حاجه. شويه it's slowed down لحد ما انا قررت this is not for me, it's not for me, it's not happening. واني اعترف ان انا بدات حاجه وما كملتهاش كانت مخيفه بالنسبه لي، ان انا عارفه ان ده دايما حته ضعيفه فيا. الاستمراريه بالنسبه لي هي دي فورمولا النجاح. بس التصالح مع النفس ده شيء مهم جدا. عادي ان انا اقول لنفسي ان انا تمام وما عرفتش وما قدرتش ونقلب الصفحه ومش عايزه من اول السطر. جربت حاجه ومش عايزه اعمل ايه ده. جربت هي، بس هقول لك على حاجه علشان ما نبقاش سايبين الموضوع عايم. لو كل شويه ببدا حاجه وبسيبها عشان مش عايزه او مش عارفه او زهقت او بتاع، لا دي مش نقطه من اول السطر، دي مياصه. لا انا ما قصدتش كده طبعا. عشان بس نبقى واضحين. لا صح، ثانك يو ان انت بتوضحي. بس دي لو انا كل شويه هبدا حاجه وما كملهاش، لما وقفيها دي توقفيها ليه؟ وقفيها عشان هل انت كملتيها وخلاص مفيش استمراريه فيها؟ هل انت مش عايزه تكملي، قصدي مش عايزه تكمليها عشان مفيش استمراريه فيها؟ هل انت كملتيها ومشيتي فيها بس اكتشفتي انها مش ليكي؟ يعني انت لازم تبقي برضو صريحه مع نفسك في الحته دي. انت عارفه اكزامبل حلو قوي للنقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي. كان عندي حلقه مع دينا فاضل. جميله حبيبتي، فظيعه. دينا فاضل كانت الاونر بتاعه جود يس. جود ده احنا كنا بننزل، انا كنت بنزل ده انا كنت كل المغتربين بينزل بيستوك وبيرجع. ايوه. فهي وصلت لمرحله ان لقت ان ده بيعمل لها لود كبير جدا عليها وهي مش قادره تتعامل مع اللود ده. هل هي بعد كده ما نجحتش في اللي هي بتعمله؟ لا ما شاء الله ناجحه في اللي هي بتعمله. لقت نفسها ما شاء الله في الاتجاه بتاعها جدا، في اتجاه تاني بالظبط. ولو ما كناش نجحنا في الحاجه التانية، ممكن اديكي اكزامبل. انا لمده 8 سنين كنت بدير نون بروفيت اورجانيزيشن، مؤسسه خيريه لمرضى سرطان الاطفال، بترجم بالانجليزي بالعربي في مخي. مؤسسه خيريه لمرضى سرطان الاطفال، اطفال مرضى سرطان الاطفال في كاليفورنيا. بداتها 6 شهور بعد ما ابني زين عي مع شيرين اخت جوزي. في يوم من الايام كنا بنروح بقى المستشفى وخلاص دي بقت حياتنا وايه اللي احنا فيه ده، بس محدش فاهم. كلمتني قالت لي بقولك ايه، ان احنا اللي عمالين نعمله بالحب ده، كل ما نروح المستشفى ناخد هدايا ونوزعها على اصحاب زين اللي بيتعالجوا ومش عارفه مين، ما تيجي نعملها بجد، تيجي نعمل شركه. قلت يلا ماشي. ده الكلام ده كان مثلا الساعه 4 الصبح. انا دايما احكي القصه دي ان انا كانت الساعه 4 الصبح مش عارفه انا ايه اللي انا بقراه ده. قلت لها اوكي ام ان، وانا مش عارفه انا وات ديد اي ساين اب فور اصلا ما فيش شويه هوبا ده احنا هنعمل شركه. يلا بقت مؤسسه خيريه، يلا اوراقها بقت مش عارفه مين، يلا رضوى امسكي البروجرام. 8 سنين
الشركة بدأت من أوضة السفرة عند شيرين في البيت لحد ما بقى عندنا مكتبين، وبقينا شغالين مع almost 6 من أكبر شركات 6 من أكبر مستشفيات السرطان الأطفال في أمريكا، في كاليفورنيا وأريزونا. والحمد لله النون بروفيت كانت نجاح باهر. 8 سنين من حياتي بكبر فيها وببنيها وببني علاقات مع مستشفيات وبنزود حاجات للبروجرامز ومش عارفه ايه وكلام من ده. حلو. وفي مرحله معينه في حياتي انا قررت انا مش قادره لسبب شخصي، انا مش قادره، انا محتاجه ابدا ابعد عن الحياه دي. انا بتعافى لاسبابي الشخصيه، فمحتاجه ان دي ما تبقاش حياتي اليوميه. انا زي ما بقول لابني انت مش بس مريض سرطان، السرطان جزء من قصتك، انا محتاجه السرطان يبقى جزء من قصتي، ما يبقاش حياتي اللي انا قايمه نايمه عايشه فيها. It was a very difficult decision, very 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 difficult decision. حاجه بنيتيها وبتحبيها والناس معتمده عليكي فيها كبير وليها purpose فظيع طبعاً. وكل الكلام ده ان انت تقولي خلاص انا وقفتها. السؤال الجولدن اللي كنت بتسأله عشان هم شايفيني انا حياتي كلها المؤسسة دي، تعملي ايه بقى دلوقتي؟ ولا حاجة. ما كانش عندي بلان. انا عايزة امشي، بس انا دلوقتي محتاجة اوقف، بس انا مش بوقف عشان عايزة اعمل حاجة تانية. this is also okay. مش لازم اكون بوقف حاجة علشان انا لازم اعمل حاجة تانية بعدها. ما انت ممكن، ودول كانوا 3 سنين اللي انا قعدتهم كده بشوف بقى رضوى لحد ما you figured out اني نقطة واني سطر وعايزين نعمل ايه. ايوه. طب على سيرة اللي انتي قلتيه ده، رضوى الجديدة بقى اللي ظهرت لذيذة قوي، بحبها قوي. اوكي. لذيذة قوي والله، بنقعد مع بعض كتير. هي ظهرت بقى في اللحظة دي اللي انتي حاسة بس في لحظة كده بتحسي ان انتي شخصيتك بتبدأ، مش هقول بتتغير، بس هي بتتبلور بتتمحور، بتحسي انه انا عاجبني قوي الفيرجن الجديد ده، بحبها قوي. ولا 40 خطيرة. اي واحدة انا هبص للكاميرا، اي واحدة خايفة من 40 تيجي تعالي بالحضن تحفة. الدنيا هنا خطيرة. لا 40 خطيرة، وجوزي كان قايل لي الكلام ده وانا ما كنتش مصدقاه لحد ما جيت. 40 خطيرة، الشابتر الجديد في حياتك خطير. تبدأي تاخدي بالك من نفسك، تبدأي تطنشي حاجات كتيرة قوي. ف I think الاسوسيشن بالتغيير اللي حصل لي كان مع سني كان بيرفكت، كان خطير فعلا يعني. فانا انا الفيرجن الجديدة دي بحبها وتعلمت اتكلم على الفيرجنز اللي فاتوا ان هم ناس معايا. يعني كنا عارفه احنا ساعات نقعد نتريق على نفسنا طبعا واحنا صغيرين، نقعد نبص ايه اللي انا كنت لابساه ده دي انا ما تعافتش منها لسه. يعني لسه حته ايه اللي انا كنت لابساه ده دي لسه ما اصل في حاجات كانت بتتعمل مش باختيارنا برضو. يعني في حاجات اكيد ما كنتش انا اللي مختاره ان انا البس الطقم العجيب. لا انا كنت مختاره. يعني في حاجات احنا اخترناها كان ذوقي وحش قوي. انا بقول لك الحق الصراحه. حقيقة كان في فترة أنا مش قادرة أسامح نفسي ولا أسامح الفيرجن دي. طب هايل، يعني احنا كده نبشر الحمد لله إن لحظة 40 لحظة التصالح مع النفس. بالظبط. طيب احنا جبنا سيرة تامر، لازم نقول له يعني تحية خاصة جدا. احنا شفناه من يومين وتعرفت عليه، وحقيقي بجد هو بني آدم جميل جدا، حبيبي وصديقي وشريك حياتي. والحلقات بتاعته كانت تحفة، رهيب، كانت بجد تحفة. وتامر ده في الحقيقة ما بيتكلمش فعلا. لا اوكي، هو اجتماعي جدا جدا، بس هو خير الكلام ما قل ودل. بس انا ما حسيتش كده خالص، بالعكس احنا كنا يعني كان في جود فلو اوف كونفرسيشن. بهت عليه انا بقى حرام بقى رغاي. دي حاجه حلوه. طب ايه الحاجه اللي بتخلي رضوى جراوندد؟ ايه ده؟ بصي انا كنت بحاول ادور لك على اجابه، بس في حاجه جت في بالي بسرعه فاظن هي دي الاجابه. لما الاصوات تكتر قوي في دماغي، لما بسمع الاصوات كتيره قوي 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 بسرعه، زادت كده مره واحده في دماغي، ببقى عارفه ان انا محتاجه كده كتير. اوكي. لما صوتي يبدا يعلى ببقى عارفه ان انا اوكي this sounds very deep. انا ما درستش اي حاجه في الموضوع ده، بس هو بجد. هو لما انا احس ان انا عشان اتكلم معاكي فعايزاكي تسمعيني، فصوتي هيبدا يعلى على صوتك، عشان انا مش بعلي صوتي عليكي، انا بعلي صوتي على الاصوات اللي هنا. اوكي. فلما بلاقي نفسي بحاول اقول لكم وصوتي ومش عارفه مين، ببقى عارفه ان الاصوات اللي في دماغي عليت، فطب انت محتاجين نسكت شويه. اوكي. this is recently هو ده. سايلنس، يعني لحظات الجراوندينج بتاعتك بتبقى سايلنس، sit in silence. انت بتساليني ايه اللي بيخليني
اعرف ان انا محتاجه ابقى جراوندد ولا ازاي ابقى جراوندد؟ ازاي تبقي جراوندد؟ يعني انا فهمت انا دلوقتي جاوبت سؤال تاني، انا افتكرت السؤال. وبالعكس وده سؤال حلو جدا ان انت جاوبتيه. سؤال حلو يعني والله بجد سؤال لذيذ. لا ازاي ببقى بس جراوندد؟ ازاي يعني لو في وسط بقى الاصوات الكتيره دي انت عايزه كده بتعملي ايه بقى عشان انا سيتي جيرل قوي وعايشه في كاليفورنيا كلها طبيعه جدا جدا، فانا احب الطبيعه بس من بعيد، يعني احب الحياه المدينه والدوشه والزحمه والناس وبتاع. الطبيعه بقى هي اللي بتهديني. اوكي هي دي. ببقى عارفه ان هي موجود، ما اقدرش اعيش في، عارفه في ناس جميله والله الناس دي خطيره على راسي، بس هم بيبقى احلامهم ان انا نفسي اعيش في مش عارفه الزرع وازرع اكلي واكل مش عارفه ما انا ممكن اموت. ما في ناس بتحب انا ده. لا هزهق قوي. انا وانا بحكيك زهقت يعني الفكره نفسها. جربتي تعملي هايكنج؟ ما في حاجه بعمل وسط هايكنج الطبيعة. بعمل هايكنج، باخد العجله بتاعتي واطلع على التريل، بنزل اقعد على البحر لوحدي واتمشى على البحر. اتمشى في الشارع، مجرد ما انا شايفه لون اخضر ان شاء الله شجر، مش لازم يعني ابقى ماشيه يعني في حته فظيعه. طبيعه خطيره، الطبيعه لا يعني اللي ربنا عمله مفيش حد يقدر يعلي عليه مهما تقولي لي. طبعا في حاجات تانية لذيذه طبعا. ويوجا ومش عارفه مين والكلام ده طبعا. تقعدي مع حاجات ربنا مش حاجه تعلى عليها. بيرفكت. حلوه قوي. آخر. اسئله فن بقى. يلا اسئله فن. يلا. طيب لو هنعمل بلاي ليست على اسمك، ايه اول 3 اغاني هيكونوا عندك؟ وبمنتهى الصراحه ومن غير تحوير. يا لوي اول اغنيه جت في بالي الحلقه دي هتبقى حكايه. اسمها ايه؟ انا حافظاها بس انا بحاول اجيب لك اسمها. عارفه اللي هي بتاعت على مين؟ على بابا. انا مين؟ انا دي بتاعت بوسي. ايوه بحبها قوي. خطيره. بحبها خطيره. مش فاكره اسم الاغنيه دلوقتي بس انا ممكن اغنيها لك كلها بعد الحلقه. تقريبا اسمها انا بابا حاجه زي كده. هي حاجه كده. الاغنيه دي توب. اوكي توب. انا ماشيه كده دلوقتي اللي هو ايه، لو فعلا هي دي البلاي ليست هتبقى له على مين. تمام. حلو. دي واحده. عايزه ايه كام اغنيه؟ لو قدرتي تجيبي لنا كمان 2. الاول اغنيه دي فن جدا وفرفشه جدا. البلاي ليست بتاعتي سكيزوفرينيك جدا عادي. يعني انا ببقى ماشيه بكذا مود في العربيه عادي. فما عنديش بلاي ليست اللي هي فرفشه وبلاي ليست هدوء وبتاع. لا انا بحب ميكس. انا بلاي ليست واحده بتلاقي عمر خيرت، بعديها مثلا انا كده انا بابا، بعديها مثلا كولد بلاي عادي. بالظبط يعني بالظبط بعض كده. الاغنيه التانية هتبقى حاجه في اغنيه منيره الجديده اللي نازله دي عجباني قوي. دي خطيره خطيره. دي قاعده في البلاي ليست وبتتكلم كلام حلو قوي فعلا. يعني هي فعلا انا اكتر، انا فكره، انا اكتر من فكره، انا 1000 حد كلام. انا مش حافظاها حرفيا. الفيلم تحفه. انا لسه مش شفتوش بس هي خطيره. الاغنيه دي خطيره. واغنيتي بقى اللي انا بسمعها على طول اون ريبيت اغنيه دلوقتي طبعا عشان بقول لك ان انا بسمعها اون ريبيت مش فاكره اسمها بس هي كانت زي بقول كده I think اسمها كوستال لاين او كوستال اللي هي الباند. لا الاغنيه اسمها كده. اوكي يعني سامحيني لو قلتها غلط بس لا بعد الحلقه اطلعها لك واديها لك. ماشي خلاص اوكي. اللي بعده لو اخترتي سوبر باور تبقى ايه؟ لو اخترت سوبر باور هي عبيطه قوي وتافهه قوي يعني بالعكس اي حاجه. اجابه نموذجيه جدا بس ان انا اعرف اروح من حته لحته بسرعه. انا كمان انا نفسي قوي اغمض عيني اروح مصر. ايوه مش اللي هو بقى اقعد 16 ساعه لحد ما اوصل. مش بس عشان عايزه اروح ديستنيشنز، عشان انا بحلم كتير قوي من ساعه ما اتغربت بالحلم ده. يعني الحلم ده ساعات كتيره قوي وحبيبتي صاحبتي هبه هتبقى بتتفرج على الحلقه دي هتعرف. ساعات كتيره قوي احلم ان انا نزلت خدت عربيتي ورايحه التجمع لهبه وبعد كده اكتشفت ان انا في كاليفورنيا. المشوار بعيد قوي. عمري ما هوصل. فده احساس دايما ويعني ما بيروحش. الغربه صعبه. أيوة. فما بيروحش ان انا اقوم من النوم النهار نفسي انزل اروح على ابويا. يعني نفسي احط نفسي عربيه اروح اقعد عند عمتي. انا فاهمه جدا. عايزه اروح اسهر مع صاحبتي. فده مش اوبشن اساسا ما بين امريكا ومصر. فنفسي لو عندي سوبر باور لا ان انا اغمض عيني كده ابص الاقي نفسي قاعده في المعادي وسط اهلي. جميل. اخر سؤال، لو عندك اوبشن تختاري شخصيه من شخصيات ديزني تعيش معاكي هتبقى مين وليه؟ تعيش معايا مش انا ابقاها يعني؟ لا عايز ماشي اوكي. يعني فكره ان انت تبقيها اوكي بس انا كانت فكره انه لا يبقى معاكي كده حواليكي شخصيه تعيش معايا. ممكن الحيوانات بتاعت سنو وايت يساعدوني في البيت
ينفع هم الدوارفز بس يعني. لا مش الدوارفز. سوري دول ما كانش سنو وايت. ايه اللي انا بقول ده؟ سندريلا. اوكي انا قصدي دول. أوكي. انا بفكر في الفيران اللي كانوا بيخيطوا وبينظفوا ينفع هم دول؟ جوز يجوا يساعدوني في البيت. ينفع ممكن جدا. دول. انا عايزه دول. انا محتاجه الموضوع ده. حلوة قوي. انبسطتي؟ انا انبسطت جدا. انتي خطيره. ثانك يو. انا مبسوطه بيكي قوي. ربنا يخليكي. والله العظيم انا مبسوطه بيكي جدا. ودلوقتي ناو ان احنا ضحكنا وطلعتيني من المود العاطفي اللي كان في اول الحلقه. انا مش قادره اقول لك انا مبسوطه ازاي ان يعني ربنا اولا واخيرا خلاني سبب في ان انتي تقعدي القعده دي وتتكلمي يور ناتشرال والانرجي بتاعتك خطيره. تسلمي. واي هوب ان انتي اللي انبسطتي. انا انبسطت جدا وام اونرد ان انا اكون هنا. Thank you for having me. والله thank you so much. وانا يعني عايزه اقول انه انا مبسوطه ان الظروف جمعتنا ببعض وانا محظوظه ان انا في ناس كتير قابلتهم في الرحله دي، وطبعا انتي اولهم. وربنا جعل سبب لاستاذه ايتن زعربان ان هي تجمعنا احنا الاثنين. وانه دعاء مامتي الحمد لله يا رب دايما تبقى معايا طول الوقت، ان هي دايما تدعي لي ان ربنا يحبب فيها خلقه. ودي كانت حاجه يعني الحمد لله. انا دايما ماشيه بدعاها الست دي، فربنا يحفظها. ربنا يخليها لك وربنا ينجحك ويخلي البودكاست ده ان شاء الله. اسمحي لي طالما احنا دي اول حلقه، بالعكس يخلي البودكاست ده باذن الله ريزن وسبب لناس كتيره قوي عايزه تهدى في حياتها وتاخدها بقراها عشان ما اقولهاش بالغلط. على الهادي تاخدها بالهداوه. خلاص ان هم فعلا يستفيدوا منك ومن الكونتنت اللي انت تديه لهم، ويلاقوا حاجه يسمعوها تفرق معاهم في حياتهم. يا رب. ويبقوا على الهادي على الهادي على الهادي. Thank you so much يا رضوى. ايه الحلاوه دي.